نروح لمنتخب المملكة المغربية الشقيقة. هذا المنتخب اللي أدى صورة محترمة في آخر بطولة كأس عالم، وزي ما نوهت من شوية أنه الدراسات والإحصائيات بترشح هذا المنتخب أن يكون أحد المنتخبات المنافسة على اللقب، مش على أحد الألقاب في الترتيب، لكن بتحط المغرب أنه منافس على اللقب. كلمنا عن رفاق محمد وهبي المدرب الوطني المغربي الموجود لسه مستلم المهام الجديد لسه مستلم المهام قريب، ورغم كده في حالة تفاؤل كبيرة جدا مع المنتخب المغربي. محمد وهبي يمكن هو مدرب متعلم ومدرب دارس كويس جدا بصوره جيده، سواء على صعيد تحليل الاداء او صعيد التدريب. يمكن هو مسك المنتخب بعد اقاله وليد الرجراجي، وكان ده كمكافاه له بعد ما كسب كاس العالم للشباب بنسخه كانت عظيمه جدا في الفتره اللي فاتت. يمكن المغرب بتصنيفها الحالي كتصنيف، يمكن قلنا برازيل السادس، المغرب الثامن دلوقتي، فحاجه مشرفه يعني. لعبوا اكتر من كاس عالم، لعبوا حوالي 7 8 كاس عالم، 70 و86، ولعبوا 94 و98 و18، واخر 3 نسخ على التوالي ناجحين في التاهل 22 و 26، اخر 3 نسخ متاهلين ليها. فمحمد وهبي هو مدرب بلجيكي عايش في مغربي عايش في بلجيكا، من هو من المهاجرين هناك اصلا يعني، اتولد في بلجيكا. كان بدأ تدريبه في سنه 97، كان عمره حوالي 20 سنه في بلجيكا، وتدرج في التعلم او التدرج اللي هو المناصب التدريبيه على اكتر من نادي. يمكن بدأ في نادي اسمه مكابي بروسلس للشباب، بعد كده راح اندرلخت من 2003، قعد حوالي 18 سنه لغايه 2020 2021، وتولى بقى منتخب المغربي اللي هو بالمناسبه كسب معاه البطوله اللي هي اهلته انه يبقى تولى تدريب المنتخب المغربي. فده بالنسبه لمحمد وهبي. هذا المنتخب بيضم مجموعه من العناصر المميزه، اسماء كبيره وموجوده في دوريات كبرى. في حراسه المرمى واحد من اهم حراس مرمى العالم، ياسين بونو حارس الهلال، ومعاه منير المحمدي من نهضه بركان، ورضا التكتاوي من الجيش الملكي. في خط الدفاع اشرف حكيمي باريس سان جيرمان، نصير مزراوي مانشستر يونايتد، نايف اكرد مارسيليا، شادي رياض كريستال بالاس، زكريا الوحدي جنك، انس صلاح الدين ايندهوفن، رضوان حلحال ميشلن، يوسف بالعمري الاهلي المصري، عيسى ديوب فولهام. خط الوسط سفيان مرابط ريال بيتيز، عز الدين أناحي جيرونا، نائل العناوي روما، بلال الخنوس شتوتغارت، اسماعيل صيباري ايندهوفن، سمير المرابط ستراسبورغ. في خط الهجوم ابراهيم دياز ريال مدريد، سفيان رحيم العين الاماراتي، ايوب الكعبي اولمبياكوس، عبد الصمد الزلزولي ريال بيتيز، ايوب عدي ليل الفرنسي، شمس الدين طالبي ساندرلاند، ياسين جسيم ستراسبورغ، ايوب اميموني فرانكفورت. ودي الاسماء في مش يعني ما فيش تغييرات كبيره، شايفين يعني في اسماء اختلفت واضيفت صحيح، في تغييرات كبيره جدا. المختلف معاك في دي بقى خالص. ليه بقى؟ انا شايف الخطوط الاساسيه معظمها اساسيه. انا هفكرك وخليك انت تقول في 20 لاعب اختفوا، اعتقد حضرتك تعرفهم بالاسم كلهم، مش موجودين في القائمه. وما سمعناش ان في حد في وسائل الاعلام المغربيه او الصحفيين المغاربه طلعوا هاجموا الراجل او قالوا له انت خدت ده ليه وما خدتش ده ليه. وهو لعيبه كبار جديد، ولعيبه كبار جدا، واسامي كتيره، صح، يعني لعيبه كبار جدا، ومدير فني صغير، مش مدير فني مثلا له خبرات كبيره او كان على مستوى احسن لاعب في المغرب على مستوى التاريخ او كده، لا يعني مش زي اللي بيحصل عندنا هنا دايما احنا دايما عندنا ثقافه، وده الصح، المدير الفني حق اصيل له الاختيارات. لا، هو في كمان حاجه بالنسبه لفكره المدربين الوطنيين، ده مشروع موجود في المغرب بقاله سنين. طبعا الجامعه المغربيه تجهيز المدربين، مش تجهيز بس اللعيبه، لكن كمان بجهز معاهم المدربين، وهو بقى عندي اكتر مدرب بختاره انا حر. يعني انا لما عندي محمد وهبي واستبعد هداف كاس العالم التاريخي للمغرب، هل دي ما تبقاش ثوره؟ طبعا. يوسف النصيري فين؟ يوسف النصيري هو هدافه من التاريخي 3 اهداف. يعني 3 اهداف في كاس العالم، يمكن جاب في ماتش اسبانيا 2-2 في مونديال روسيا هدف، وجاب 2 في 22، واحد في كندا والتاني في البرتغال اللي كان تاريخي بعد قفزه 2 متر 78 سم على منتخب البرتغال. عبروا دور ال8 صعدوا المربع الذهبي لغايه ما خسروا مع فرنسا. صحيح. فلما يبقى لعيب بقيمه يوسف النصيري بره المنتخب ومحدش صمت تام، يبقى الناس دي بتشتغل صح. الناس دي عارفين يعني ايه مدرب وحق اصيل له القايمه، عكس اللي احنا بنشوفه هنا عندنا. يوسف النصيري بالمناسبه واحد من ضمن 20 لاعب مش موجود، وزيدك من الشعر بيت حكيم زياش. صحيح، حكيم زياش صاحب اسرع هدف للاعب عربي في جميع المونديالات بعد 3 دقائق و30 ثانيه، برضه في ماتش كندا 22 خارج القايمه ومفيش حد اتكلم.
انا بديك امثله. طيب نشوف سفيان بوفال، بوفال الدوري الانجليزي فين سفيان بوفال؟ خارج القايمه. طيب عندنا كمان امين عدلي، وده لعب برضو الفتره اللي فاتت مع الرجراج كتير. امين عدلي. الياس اخوماش برضو من اللعيبه الصغيره الواعده جدا، ما خدوهوش برضو. نتكلم في ادم مسينا، وده كان لاعب كاس الامم الافريقيه الاخيره، وكان اساسي مع جواد اليومك، وكان مع نايف اكرد الثلاثي اللي كان خلفي في طريقه الخمسه اللي كان بيعتمد عليها الركراكي. جواد اليومك زي ما قلت لك، حمزه اغمان، عبد الحميد ايد بودلال، كل دول خارج القايمه. اسماعيل بعوف، اسامه ترجلين، برضو ده كان من الناس اللي بيعتمد عليهم الرجراجي. عندنا بقى ناس تانية مفاجاه، محمد الشيبي، افضل باك يمين داخل قاره افريقيا، خارج قائمه المنتخب، خارج القايمه، ودي حاجه عليها علامه استفهام. عمران لوزة، ريان بونيدا، اتنين بقى هو كان الاب الروحي ليهم، وكانوا احسن اتنين في كاس عالم للشباب، وكان مفاجاه بالنسبه لي شخصيا على صعيد تحليل الاداء ان الناس دي ما اتخذتش. ياسر السبيري ده ما داخلش، وعثمان معمه، الاثنين واحد هداف واحد احسن لاعب في كاس عالم للشباب، الاثنين خارج القايمه، ما اختارهمش خالص. يانيس بكراوي، وتوفيق بن طيب، وسفيان الكرواني. قايمه من 20 لاعب كفيله انها تشكل تيم منتخب تاني لوحده، منتخب كامل على غرار منتخب المغرب للمحليين. هل شفنا حد عشان برضو الاختيارات دي برضو ما تقلش، ما حدش اتكلم. لا، والاختيارات اللي هو اختارها فعلا اختيارات في فرق بين الثقافه عندنا والناس التانية حتى الان ولا لا؟ تعال نشوف الماتشات الوديه. احنا لعبنا مع منتخب روسيا، كابتن حسام هاجم، هو ده فريق تلعب معاه؟ هل ده فريق؟ وروسيا اصلا ما صعدش كاس عالم. طب ما تيجي نشوف المغرب بتلعب مع مين؟ المغرب بتلعب مع مدغشقر، راح تلعب في كاس عالم مع البرازيل ومع اسكتلندا ومع هايتي، وراحت لعبت ماتش ودي مع مدغشقر. طب ليه الناس ما هاجمتش الراجل او ما هاجمتش اختياراته؟ برضو لان المنتخب حق اصيل هو اللي هيتحاسب. فلازم يبقى احنا عندنا الكالتشر او الثقافه العامه ان المنتخب ده له مدير فني، ولازم يبقى فيه ثقافه ان احنا عدم التدخل في الاختيارات، لان هو اللي هيتحاسب في الاول والاخر، ومفيش مدرب يعوز يفشل. وبالتالي يعني هو برضه على فكرة حتى قبل البطولة اللي فاتت برضه ما كانش عنده المباريات القوية، وكأنه ده تفكير انه انا بختزن قوتي وقدرتي ان انا اخرجها في المنافسة الرسمية، خاصة انه المشوار المرة دي اطول. طبعا يعني المغرب المرة اللي فاتت وصلت خلاص، المغرب كان السكة كانت سريعة، وبعدين هم كانوا واخدين ماتش بماتش وقت البطولة، هوب لقوا نفسهم في قبل النهائي ما كانوش مصدقين، مطول شويه يعني لو استعرضت زياده. نتذكر سويا كده مباراه المغرب في البطوله اللي فاتت، في ماتش في دور المجموعات هم تعادلوا مع اسبانيا. دور المجموعات منتخب المغرب تعادل مع كرواتيا 0-0 في الدور الاولاني، فازوا على بلجيكا 2-0، بلجيكا اللي في الاخر خدت برونزيه البطوله. كسبوا كندا 2-1 بجونين قلنا لزياش و للنصيري. ودور ال16 لعبوا مع اسبانيا، فازوا عليهم بضربات الجزاء بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي. دور ال8 لعبوا مع البرتغال 1-0 بهدف النصيري الاسطوري، ولغايه ما خسروا من فرنسا في قبل النهائي. عموما ربنا معاهم، هم هيقابلوا البرازيل يوم 14 يونيو الساعة 1، معاهم بعد كده اسكتلندا يوم 20 يونيو، ومعاهم بعد كده هايتي يوم هنا بقى عشان اسكتلندا دي بتفكرني في ماتش سقري. احنا رايحين لاسكتلندا في ماتش سقري. احنا رايحين لاسكتلندا، لكن عايزين نتذكر مع حضرتك ومع المشاهدين قد ايه كان المواطنين المصريين والجماهير الكرة المصرية متفاعلة مع المنتخب المغربي، حتى ان ده ابهر اخواتنا المغاربه هناك طبعا. وكان يعني ممتنين جدا، والموضوع مش امتنان، الموضوع ان احنا فعلا شعوب عربيه واحده، هنفرح ونبقى سعداء جدا ان المغرب توصل وتاخد لقب كاس عالم، يا رب ده يحصل ان شاء الله. السلام عليكم، تحية طيبة لجميع الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة ديما تي في سبور. كما شاهدتم في الفيديو نقاش حول المجموعة اللي كيتواجد فيها المنتخب المغربي بمونديال أمريكا وكندا والمكسيك، المجموعة الثالثة وحظوظ المنتخب المغربي في التأهل من هذه المجموعة القوية اللي كيتواجد فيها منتخب البرازيل ومنتخب اسكتلندا وكذلك منتخب هايتي، هذا المنتخب المتطور اللي فاز البارحة على منتخب نيوزيلندا ب4 أهداف نظيفة. كنعرفوا القوة الدفاعية ديال المنتخب النيوزيلندي خصوصا في كاس اسيا الاخيره، كنعرفوا الصلابه الدفاعيه اللي كيتميز بها هذا المنتخب، لكن رغم ذلك تلقت الشباك ديالو 4 أهداف. لهذا
وجب الحذر ثم الحذر من هذا المنتخب المجهول. منتخب هايتي لأول مرة كيشارك في كأس العالم. المنتخب المغربي عاد يواجه المنتخب البرازيلي في أول لقاء، بعد ذلك عاد يواجه المنتخب الاسكتلندي اللي كنعرفوه عن كتب سبق المنتخب المغربي أنه فاز عليه في مونديال 1998 ب3 أهداف مقابل 0، والمباراة الأخيرة عاد تكون أمام المنتخب الهايتي. كنتمنى أن يكون المنتخب المغربي حسم التأهل في المباراة الأولى والثانية. الإعلام المصري كيتمنى فوز المنتخب المغربي بكأس العالم، وكيذكر بالإنجازات الكبيرة اللي حققها المنتخب المغربي في جميع فئاته السنية خلال السنوات الأخيرة، وأبرزها بطبيعة الحال وصول أسود الأطلس إلى مباراة نصف نهائي كأس العالم تنظم بدولة قطر. كذلك سمعنا شنو قالوا على استبعاد بعض اللاعبين اللي كانوا في الفترة اللي كان فيها وليد الركراكي، خصوصا في كأس إفريقيا الأخيرة، وأبرزهم بطبيعة الحال يوسف النصيري الهداف التاريخي للمنتخب المغربي. كذلك غياب سفيان بوفال اللي تألق كذلك مع المنتخب المغربي في مونديال قطر. كذلك هضروا في هذا الفيديو على الأسماء الجديدة لأول مرة كتحمل قميص المنتخب المغربي، لاعبين شباب اللي وضع فيهم المدرب محمد وهبي الثقة بعد ما كان قريب لهم في منتخب أقل من 20 سنة اللي فاز معاه بكأس العالم الأخيرة اللي تقامت بدولة الشيلي. كنتمنى بظهورنا حظ سعيد للمنتخب المغربي، ولما لا التتويج بكأس العالم كأول منتخب عربي وإفريقي كيحقق هذا الإنجاز. كذلك كنتمنى لجميع المنتخبات العربية حظ موفق في هذا المونديال. أصدقائي، إلى هنا كينتهي هذا الفيديو. كنتمنى أنكم تدعمونا بالضغط على زر لايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا دائما، وشكرا لكم.